عام 1757 شنت الإمبراطورية المغربية حربًا على فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وفي وقت لاحق، أثناء الحملة الفرنسية على مصر، قدم مولاي سليمان إمبراطور المغرب الإغاثة للأتراك ضد الفرنسيين، لكنه في عام 1807 أرسل سفيرًا منها إلى بلاط نابليون. في الفترة المتبقية من حكمه، التي انتهت في عام 1822، لم يكن لديه أي سوء تفاهم مع آل بوربون. خلفه ابن أخيه مولاي عبد الرحمن، الحاكم الحالي، في نوفمبر 1822. في عام 1825 تلقى هدايا من ملك فرنسا مع شهادة أعلى تقدير للملك والدولة التي اعتبرها الأولى في العالم. في عام 1828 أرسلت النمسا، بعد أن تعرضت لإهانة خطيرة من قبل المغاربة، تحت قيادة النقيب بانديرا، الأدميرال حاليا، سربا مكلفا بقصف الساحل. تم استقبال السرب بشكل سيء للغاية، وتكبد خسائر. وفي عام 1830 أبرمت النمسا معاهدة، كان شرطها الرئيسي عرض هدية رائعة للسلطان. في العام نفسه 1828 ضحت إنجلترا نفسها بالكرامة لصالح تجارتها، وذللت نفسها أمام المغرب. في عام 1854 جددت نابولي معاهدتها مع إمبراطورية المغرب. طلبت منها هدية غنية، مصحوبة بكمية معينة من الكبريت. تم تسليم هذا الكبريت في حالته الخام، ولكن بمجرد تخزينه، قيل إن هناك حاجة إلى تنقية الكبريت. سلمت نابولي الكبريت المنقى، لكنهم لم يرغبوا أبدا في استعادة الكبريت الخام. إسبانيا، بالرغم من أن لديها بعض ثغور على جزء من أراضي الإمبراطورية المغربية، وسردينيا والدنمارك والسويد كلهم عانوا أيضا من ظروف مذلة من طرف المغرب، ولا تزال العديد من هذه القوى تدفع له الجزية.